انت ممكن تبقى شاطر في المنتج اللي بتبيعه وعندك افضل سعر في السوق، بس لو معرفتش تتعامل مع العميل الصح بالطريقة الصح هتخسر الصفقة حتى لو كانت مضمونة. فانا في الفيديو ده هقولك على انواع العملاء الستة اللي ممكن يقابلوك وازاي تكسب كل واحد منهم لو بتبيع اي حاجة، سواء اونلاين او حتى وش لوش. لازم تبقى عارف وفاهم إن مش كل العملاء شبه بعض، في فرق في طريقة التفكير وفي السلوك وفي الأسئلة وفي القرار نفسه كمان. فالنهاردة أنا هفكك لك الموضوع ده حتة حتة، وهنعرف مع بعض أنواع العملاء اللي ممكن تقابلهم وإزاي تتعامل مع كل نوع فيهم صح. أنا محمد نادي، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أنواع العملاء وإزاي تتعامل مع كل نوع فيهم. أول نوع وهو العميل المتردد. في نوع من العملاء كده تحسه واقف على الحياد، لا هو عايز يشتري ولا هو عايز يرفض. تلاقيه دايما بيسألك كل الأسئلة اللي في الدنيا. تلاقيه بيقول لك هو ينفع أرجع المنتج ده؟ طيب لو مقاسه مش مناسب أعمل إيه؟ طيب هو فعلا خامة كويسة ولا صيني؟ وتفضل أنت واقف قدامه تحس إنك بتجاوب على امتحان شفوي في مادة القلق من القرار. العميل ده مش عميل غلس، هو بس خايف. خايف بقى يشتري، خايف يخسر فلوسه، خايف يندم، وكمان خايف انه يطلع ضحية نصب. وده طبيعي جدا على فكرة، ما تاخدش الموضوع على اعصابك وتزعل، خصوصا لو هو بيشتري اونلاين او اول مرة يتعامل معاك. طيب العميل اللي زي ده اتعامل معاه ازاي؟ مفتاحك هنا في كلمة واحدة بس، وهي الطمأنينة. يعني مثلا لما يقولك ينفع ارجع المنتج ده، بدل ما تقول له ينفع ترجعه، قول له بص يا فندم، احنا بنديلك 14 يوم ترجع المنتج لو في اي مشكلة او لو ظهر فيه اي عيب، من غير اي اسئلة ومن غير ما تدفع ولا جنيه. حسسه بس انك واثق في المنتج، وواثق انك مش هتسيبه لو حصل عنده اي حاجة او اي مشكلة. كمان جرب تحكي له قصة من الواقع. قول له كان في عميل عنده نفس التردد كده زي حضرتك بالظبط، وكان بيشتري لأول مرة من عندنا، بس بعد ما جرب المنتج بتاعنا بقى يرجع يشتري مننا مرة واتنين وتلاتة، وكتب لنا تقييمات ممتازة جدا جدا. ولو حابب ابعت لك صور التقييمات او كلامه انا ممكن ابعتهم لك فورا. عارف انت العميل ده زي مين؟ زي واحد كده واقف على البحر ومش عارف هو ينزل ولا ما ينزلش، كل بس اللي محتاجه ان حد يطبطب عليه كده ويطمنه ويقول له ما تقلقش، انزل المية دافية وجميلة ومفيش حاجة تخوف خالص. فما تزنقهوش وما تستعجلش عليه، خده في حضنك كده واحتويه. بس ده طبعا معنويا عشان محدش يروح يقول ان محمد نادي قال خد العميل في حضنك، انا بس بحاول اوضح لك وابسط لك الموضوع. طيب التردد احيانا معناه ان العميل فعلا بيكون عايز يشتري، بس مستني ان حد يطمنه ويقول له ما تقلقش، ولما يشتري مرة ويبقى في ثقة بينك وبينه غالبا هيرجع لك تاني. بس لما يرجع لك تاني مش هيكون عنده نفس التردد. طيب نخش بقى على تاني نوع اللي بيخلي اي بياع مبتدئ يتعصب ويتلخبط في كلامه، بس لو عرفته وفهمته هتلاقيه من اكتر الناس اللي ممكن يبقى عميل وافي ليك. وتاني نوع وهو العميل اللي عارف كل حاجة. في نوع كده من العملاء اول ما تتكلم معاه تحس انك داخل مناظرة مش داخل تبيع وتشتري. تلاقيه داخل بيقولك انا اصلا بشتغل في المجال ده وفاهم فيه كل حاجة فمش هتضحك عليا. او يقولك انا شفت المنتج ده ب 400 جنيه اقل على موقع تاني. او مثلا انه يقولك الخامة دي مش جلد طبيعي، واضح قوي من الصورة اللي انت عارضها. وانت واقف عمال تقول لنفسك وبعدين بقى، هو جاي يشتري ولا جاي يعرفني ان هو موسوعة متحركة على الارض؟ اهدى بس كده واستنى، مش عايزك تتعصب. النوع ده مش بيهاجمك، هو بس عايز يحس ان هو فاهم، عايز يحس ان هو اللي واخد القرار مش انت اللي بتبيع له او بتضحك عليه مثلا. طيب ده تتعامل معاه ازاي؟ اول حاجة ببساطة كده انك تسمعه. اسمعه للاخر لحد ما يخلص كل كلامه، حتى لو كان بيقول حاجة غلط او معلومة مثلا قديمة سيبه يتكلم الاول وما تقطعهوش. خليه يطلع كل اللي عنده، لانه بيحب يحس ان صوته مسموع. طيب وتاني حاجة شجعه على كلامه وبعد كده زود عليه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو قالك انا عارف ان الخامة دي خامة صناعية، رد عليه بكل هدوء كده وبالراحة. قول له فعلا يا فندم نسبة كبيرة جدا من الخامات اللي منتشرة هي خامات صناعية، بس اللي احنا بنستخدمه هنا هو نوع مخصوص مثلا مايكروفيلم. مايكروفيلم ايه؟ نوع مخصوص هو مثلا مايكرو فايبر او جلد، بيعيش اكتر من الطبيعي وبيستحمل حرارة ورطوبة. وده الفرق الحقيقي بين منتجنا والمنتج الشبيه. هنا انت عملت ايه؟ انت ما كسرتش كلامه، بالعكس اكدت له ان هو عنده خلفيه فعلا، وحسسته ان هو فاهم، وبعد كده دخلت له بمعلومه جديده
تثبت إنك أنت الخبير الحقيقي. طيب وتالت حاجة، ما تتحدهوش، خليك ذكي، يعني مثلا ما تقولهوش لا حضرتك كلامك ده كله غلط، الخامة دي يا فندم أصلية 100%. انت كده هتبقى كسرته وهتخليه يكرهك وهتبقى خسرت البيعة، ومش ده اللي احنا عايزينه. خد بالك العميل ده بيتغذى على احترامك لفهمه، وبيبدأ يثق فيك لما يحس انك أعمق منه مش أعلى منه. وفي حتة كده خطيرة جدا عايز أقولها لك، العميل ده لو اقتنع بيك وبالمنتج بتاعك غالبا هو اللي هيروج لك بعد كده. هيروح مثلا ويقول لاصحابه انا بتعامل مع واحد فاهم جدا وبيرد على كل الاسئله بفهم وبيفهمك كل حاجه بالتفصيل وبهدوء. بس لو حس بقى انك بتتجاهله او بتتكبر عليه او بتتكابر عليه، هيقلب ضدك وهيحس انك بتبيع له كلام مش حقيقي. هي الشخصيه دي كده ولازم تفهمها عشان تعرف تتعامل معاها. معلش زي ما بيقولوا خاطبوا الناس على قدر عقولهم. فباختصار كده العميل اللي عارف كل حاجه خليه يحس انك اكتر واحد بيفهم زيه، مش واحد عايز يبيع له خلاص ويلبسه البيعة. كلمه بلغته، فاجئه بمعلومة جديدة وخليه هو اللي يوصل للقرار بإيده. ساعتها مش بس هيشتري، ده ممكن كمان يرجع يقولك أنا بطمن وأنا بتعامل معاك وبحس كده براحة وطمأنينة. طيب يلا بينا نكمل على تالت نوع معانا، والنوع ده تحديدا محتاج سرعة بديهة ومش أي حد هيعرف يتعامل معاه. بس لما تفهم دماغه البيع معاه بيبقى سهل جدا وسلس. تالت نوع هو العميل المستعجل. بص يا عمنا، في عميل كده أول ما يدخل تحس إنه جاي يجري، مش عايز يسمع قصة ولا تفاصيل ولا كواليس الصناعة ولا الكلام اللي أنت عايز تقوله له ده كله. كل اللي في دماغه بس أنا ورايا مشوار، خلصني عشان عايز أمشي ومش فاضي. أيوه هو ده العميل المستعجل. تلاقيه دايما بيقول لك السعر كام؟ طب اللون ده متوفر؟ طب لو طلبته هيوصل لي امتى؟ ولو بدأت تشرح له مواصفات المنتج وتحكي له بقى عن تاريخ البراند وازاي هو اتعمل، هيقطعك ويقول لك طب معلش انت بس قول لي الخلاصة وخلاص. العميل ده يا سيدي مش بيكرهك ولا هو مش عايز يسمعك، هو بس عنده جدول زحمة جدا وطبيعته سريعة شوية ومش بيحب التفاصيل. طيب نتصرف معاه بقى ازاي؟ اول حاجة اديله الزتونة في اول ثانية. يعني اول ما يسألك مثلا ما تبدأش بسؤال مضاد وترد عليه السؤال بسؤال، ولا تخليني اشرح لك الاول يا فندم. قول له مباشرة كده المنتج ده مثلا ب 399 جنيه، متاح اللونين والتوصيل بيكون في خلال 48 ساعة وخلاص. جملة واحدة بيكون فيها السعر المتاح وميعاد الاستلام، كده انت كسبت اهتمامه. طيب وتاني حاجة ممكن نتعامل معاه هي انك تقلل الاختيارات. ما ينفعش مثلا تقول له عندنا منه 6 الوان وثلاث خامات وكل خامة ليها خصائص، هو مش فاضي انك انه يسمع منك كل ده. قول له بص اكتر لون مطلوب هو اللون مثلا الاسود، وعليه خصم كمان دلوقتي لو حضرتك عايز تحجزه، وده اللي بنرشحه بنسبة 90% مثلا لعملائنا. انت هنا وفرت عليه وقت القرار وحسسته انك بتساعده ياخد افضل اختيار. طيب تالت حاجة، اعمل كول تو اكشن قوي، طلب سريع وبسيط. يعني بدل ما تسأله 10 أسئلة، انت بس قول له حضرتك جاهز اجهز لك الطلب دلوقتي او ابعته لك مثلا على نفس العنوان ولا في تعديل؟ جمل كده بيكون فيها سرعة وما فيهاش اي لف ودوران، هو اصلا بيحب الناس اللي بتفهم من غير شرح كتير. طيب رابع نقطة ممكن نتعامل معاه بيها، وهي مهمة جدا جدا، ما تحاولش تبطئه. يعني ما تقولوش استنى بس ما افهمك التفاصيل، يا سيدي انا مش عايز افهم تفاصيل. ولا حتى انك تقول له طيب ما تيجي تبص على موديل تاني كده يمكن يعجبك. هو برضه مش جاي يتمشى في مول، هو جاي وعايز يشتري ويمشي على طول. فانت دورك هنا انك تسهل له الموضوع مش تعقده. والجميل بقى في النوع ده انك لو ساعدته فعلا يخلص بسرعة هيرجع لك تاني على طول ويشتري منك، لانه هيحس انك فاهمه وانك بتقدر وقته. وممكن حتى يقول لك في المره اللي جايه انا مش عايز اتعامل مع حد غير معاك، انا عايز اتعامل مع نفس الشخص اللي كلمني المره اللي فاتت، اللي خلصني مثلا في 3 دقائق او في 5 دقائق، كان مريح جدا في تعامله معايا. يعني اللي عايز اقوله لك من الاخر، العميل المستعجل يعني بيع سريع بس دقيق. اديله المعلومه على طول وقلل له الاختيارات، ما تقعدش تكتر له في الاختيارات، وخليه يحس انك بتحافظ على وقته. ساعتها انت كسبت العميل وكسبت احترامه كمان. طيب تعالوا بقى مع بعض كده نكمل على رابع نوع من أنواع العملاء اللي بيدور لك على أي فرق، مش عشان ما يشتريش بس عشان يطمن إن هو بيشتري صح. أهو ده بقى العميل اللي بيسموه العميل اللي بيقارن. عارف انت اللي يدخل عليك ومعاه ملف كامل كده بيبقى مجهزه وعامله وعامل سيرش على كل المواقع وشايف كل الأسعار في كل حتة، وعنده لستة كده بيقارن بيها بين مين أرخص ومين أسرع ومين بيقدم عروض ومين ما بيقدمش ومين بياخد تقييم أعلى. واول ما تتكلم معاه كده تلاقيه بيقول لك لا يا فندم انا شفت المنتج ده ب 50 جنيه اقل على موقع تاني.
او مثلا اللي هناك ده او الموقع اللي هناك بيديني شحن مجاني، او يقول لك مثلا لا ده انا شفت شركه بتدي ضمان اطول من الضمان بتاعكم. العميل ده مش عميل عدواني، ده بس عايز يطمن انه بياخد افضل قيمه مقابل الفلوس اللي هو هيصرفها. العميل ده لو عرف الفرق الحقيقي بينك وبين غيرك هيشتري منك وهو مطمن. طيب تعالى اقول لك ازاي بقى تتعامل مع العميل اللي من النوع ده. اول حاجه ما تتوترش، اهدى وما تنكرش اللي هو شافه. يعني لو قال لك مثلا ده ارخص عند غيرك ما تقولوش لا يا فندم مستحيل دول اكيد بينصبوا، وتقول له مثلا انت اكيد شفت منتج مختلف او جوده رديئه. خليك ذكي ورد عليه باه فعلا في اماكن بتقدم سعر اقل من ده، ما اقدرش انكر، بس تعالى اقول لك الفرق اللي الناس ساعات مش بتاخد بالها منه، وافتح بقى الباب للحوار بينك وبينه. طيب تاني حاجه ممكن تتعامل معاه فيها، وضح الفروقات الخفيه اللي هو مش بيكون شايفها. يعني مثلا قول له انا هوضح لك كام نقطه وبعد النقط ديت انت خد قرارك. وتقول له اول نقطه الخامه عندنا اعلى مثلا بنسبه 20% وده بيخلي المنتج يعيش معاك سنين اطول. تاني نقطه احنا الوحيدين اللي بنوفر دعم بعد البيع لو احتجت اي مساعده مثلا في الاستخدام. طيب وتالت نقطه الضمان عندنا مش ورق، احنا بنتابع شخصيا لو حصل معاك اي مشكله في المنتج. انت كده ما دخلتش في مقارنه سعر واديته مثلا فرصه ان هو يقارن بين سعرك وسعر غيرك، انت دخلت في مقارنه قيمه. طيب وتالت حاجه اساله سؤال استراتيجي، يعني مثلا اساله لو المنتج اللي ارخص ب 50 جنيه ده جبته وباظ منك بعد شهر هتبقى كسبت ولا خسرت اكتر؟ او مثلا تحب تدفع مره واحده وتنسى ولا تدفع اقل وتفضل تصلح وتشتكي فتره طويله؟ النوع ده بيحب يفكر وبيشغل دماغه، بس لما تساعده يفكر صح هيقتنع بنفسه وهيكمل معاك الديل وهيشتري منك على طول. طيب رابع حاجة اديله إحساس بالصفقة. يعني إيه إحساس بالصفقة؟ هو أصلا جاي بيدور على مكسب، فحتى لو السعر عندك أعلى ممكن تقول له طب بص يا فندم عشان نكسبك كعميل جديد ممكن أضيف لك هدية بسيطة مثلا مع الطلب، أو مثلا أنا هعمل لك خصم خاص مع أول طلبية ليك، أو مثلا إنك تقول له ممكن أقدم لك استبدال مجاني لو حبيت تغير المنتج لو المنتج مثلا مش مناسبك، ودي حاجة قليلة جدا اللي بيقدموها. انت كده ما قللتش من سعرك بس حسسته ان هو كسب زي ما هو عايز. طيب واخر نقطة خليه يحس انك عايز مصلحته، يعني قول له انا مش جاي اقنعك بالعافية او ابيع لك المنتج وخلاص، انا بس عايزك تختار الصح. ولو لقيت مكان فعلا بيقدم نفس الجودة وبنفس الضمان وبالسعر الاقل كلمني وقول لي وانا يا عم هساعدك تختار افضل قرار حتى لو مش معايا. وعايز اقول لك على المفاجأة، الاسلوب ده ساعات بيخليه يتكسف ويشتري منك فورا. طيب من الآخر كده العميل اللي بيقارن مش عدوك، هو بس تايه وسط الزحمة. كل اللي محتاجه حد يروق له كده على الصورة اللي في ذهنه ويفهمه الفرق الحقيقي ويديله صفقة تحسسه إن هو كسبان. افهمه وما تتخانقش معاه وما تستخفش بأسئلته واشتغل على القيمة ما تشتغلش على السعر. طيب تعالوا بقى ندخل على النوع الخامس، واحد من أكتر أنواع العملاء اللي بيخلوا البياعين يتجننوا، مش لأنه بيزعق ولا لأنه بيقارن، بس لأنه ببساطة مش بيقول أي حاجة خالص. خامس نوع عندنا وهو العميل الصامت. العميل الصامت ده بتحسه داخل يشوف مش داخل يشتري، يسمعك ويبص لك ويحرك دماغه كده بالراحة حركة خفيفة، وتفضل انت تشرح وتتكلم وتعرض وتتحمس وهو اه تمام وساكت ما بيقولش أي حاجة. تحس كده انك بتبيع، انا اسف يعني في التعبير، لتمثال مش لبني ادم. بس خد بالك الصمت ده مش معناه ان هو رافض المنتج بتاعك، الصمت ده معناه انا لسه مش مرتاح راحة كفاية تخلينا اتكلم. النوع ده بقى محتاج منك فهم وهدوء ومهارة. طيب تعالى كده نمشيها خطوة بخطوة ونعرف ازاي نتعامل معاه. اول حاجة يا ريت ما تزنقوش في الكلام، يعني ما تقعدش تقول له ها ايه رأيك، طب هتشتري، طب مش عاجبك، طب عاجبك، ما تقعدش تزنقه في الكلام. ده هيخليه يسيبك ويزوغ منك فورا على طول. انت سيبه مرتاح وابدأ انت تسحب منه الكلام واحدة واحدة. هو العميل ده شخصيته كده، يعني بدل ما تقول له مثلا تحب نبدأ في الطلب، لا اهدى كده وقول له بص في ناس بتحب اللون الغامق لانه عملي، وفي ناس مثلا بتميل للالوان الفاتحه عشان بتكون خفيفه على العين، انت بقى شايف نفسك في انهي نوع اكتر؟ هنا انت مش بتضغط عليه، انت بس فتحت له باب انه يتكلم منه. طيب وتاني حاجة اسأله أسئلة مغلقة وسهلة، يعني مش أسئلة مفتوحة تخليه يحتار. يعني بدل ما تقول له مثلا إيه اللي حضرتك محتاجه، قول له تحب المنتج ده يوصل لك بكرة ولا بعد بكرة. بدل مثلا ما تقول له تحب إيه من الأنواع، قول له أنت ميال للنوع اللي ضمانه سنة ولا سعره أقل ومتوفر على طول. يعني مثلا سيبه هو اللي يقرر وهو اللي يختار بس بالراحة وبهدوء. الأسئلة دي بتخليه بيجاوب بآه أو لأ، وساعتها بيبدأ يتكلم أكتر واحدة واحدة.
طيب وتالت حاجة، خلي لغة جسمك مريحة ومفتوحة، يعني متبقاش عنيف كده. الناس الصامتين بيراقبوا أكتر ما بيتكلموا، بيركز كده في نبرة صوتك، تعبير وشك، حركة إيدك، حتى وقفتك بيركز فيها. فلو حس إنك عصبي أو بتستعجله هيقفل منك، لكن لو حس إنك هادي كده وواثق ومش بتضغط عليه هيبدأ يفتح معاك شوية بشوية وهيبدأ يتكلم ويزود في الكلام. رابع نقطة ومهمة جدا، ابني الثقة الأول وبعدين البيع. العميل الصامت مش بيشتري المنتج، هو بيشتري الراحة النفسية. لو ارتاح نفسيا هيتعامل معاك على طول، يعني محتاج يحس ان هو بيتعامل مع بني ادم محترم، مش بياع بيزن عليه وعايز ينصب عليه او يضحك عليه. فاحكي له قصة سريعة او شارك تجربة عميل تاني مثلا. قول له كان عندي عميل من العملاء من اسبوعين كان ساكت كده زي حضرتك اول ما بدأنا، بس بعد ما جرب المنتج رجع اشترى لمراته وبنته كمان. ساعتها هيبقى ممكن يبتسم كده لأول مرة وهيرتاح ويفتح معاك في الكلام، لانك خليته حس بهدوء كده وراحه نفسيه. وعايز اقول لك مع العميل ده اهم حاجه الصبر. العميل الصامت ساعات بيكون متردد او خجول، بس مش متعود على الناس، هو طبيعته ان هو مش بيتعامل مع ناس كتير مثلا. بس ده مش معناه ان هو مش عايز يشتري. واللي يميزك انت بقى كبياع شاطر انك تعرف تتعامل مع الناس اللي مش بتتكلم، زي بالظبط ما بتتعامل مع الناس اللي بتسأل 100 سؤال وخلاص. يعني الخلاصة، العميل الصامت هو لغز، بس لو عرفت تفك شفرته هتلاقيه ساعات بيطلع من أهدى وأوفى العملاء اللي ممكن يتعاملوا معاك. وزي ما قلنا، افهمه وما تزنقوش في الكلام، واسأله الأسئلة الصح واصبر عليه، وساعتها مش بس هيشتري، ده هيقولك في الآخر أنا ارتحت لك من أول ما كلمتني أو من أول ما شفتك، عشان ما كنتش بتضغط عليا في الكلام. طيب يلا بقى بينا نختم بأكتر نوع ممكن يستهلك أعصابك، بس برضه لو عرفت تفهمه وتحتويه ممكن يتحول من أصعب زبون لأوفى عميل عندك. آخر نوع معانا وهو العميل السلبي أو الناقد. في نوع كده من العملاء أول ما يدخل عليك تحس إنه داخل يشكك في كل حاجة، مش بس مش مقتنع، ده بيشكك حتى في نيتك وفي المنتج وفي السعر وفي الشحن. تلاقيه أول جملة كده يقولها لك، المنتج ده شكله أي كلام، هو إيه كل الناس بتضحك علينا ولا إيه؟ لا يا فندم، مفيش حاجة اسمها توصيل بعد يومين، أنا اتضحك عليا وسمعت الكلام ده كتير قبل كده وما بقيتش باكل منه. هنا أول حاجة أنت بتفكر فيها بتقول إيه؟ طب أشتمه ده ولا أقول له أمه إيه؟ لا اهدى كده وخليك هادي، العميل ده مش جاي يتخانق، العميل ده جاي يختبرك. أيوه بالظبط زي ما سمعت كده، هو جاي يختبرك ويختبر صبرك واحترافيتك ومصداقيتك، لأن العميل ده غالبا يا إما اتعرض لموقف سلبي قبل كده، يا إما سمع عن حد اتنصب عليه مثلا من صحابه أو من معارفه، يا اما هو بطبيعته بيحب يهاجم الاول كنوع من انواع الحذر. طب المفتاح هنا ايه؟ ما تاخدش كلامه بشكل شخصي. اول خطوه خليك هادي، اسمع له كويس حتى لو قال كلام جارح او استفزازي، ما تردش عليه بنفس النبره اللي هو بيتكلم بيها. قول له مثلا بالراحه كده، انا مقدر جدا جدا ان حضرتك عندك تحفظ، واحب اسمع منك ايه اللي حصل قبل كده وخلاك تحس الاحساس اللي انت حاسه ده، او خلاك مثلا داخل وبتهاجمني. هنا انت كسرت الهجوم بالسؤال واديت له فرصه انه يفضفض ويتكلم معاك بهدوء وبالراحه بدل ما يفرغ غضبه. طيب وتاني حاجه، طمنه بالادله مش بالكلام. العميل ده مش بيصدق بسهوله، فالكلام هنا مش كفايه. عندك مثلا صور او تقييمات ابعتها له، لو في مثلا فيديوهات لعملاء سابقين معاك وريها له، لو في عندك مثلا ضمان رسمي مكتوب ابعت له نسخه منه وقول له ده اللي احنا بنقدمه. قول له انا عارف ان في شركات كتير بتقول وما بتعملش، عشان كده احنا دايما بنوثق كل حاجه، ودي صور يا فندم من تقييمات عملائنا الشهر اللي فات. ساعتها هتبدأ ملامحه تهدى شوية بشوية، وهيبدأ كده يتكلم بهدوء ونبرة صوته هتهدى. طيب وتالت حاجة، ما تردش عليه الهجوم بهجوم، يعني مثلا ما تقولوش هو انت يا فندم داخل تشتري ولا داخل تشكك فينا؟ يا فندم لو مش عاجبك دور على مكان تاني. اهدى، حتى لو انت بتغلي من جواك لازم تتعامل مع العميل بهدوء. رد عليه بكل هدوء وبكل ثقة. قول له يا فندم انا هنا عشان اساعدك مش عشان ابيع لك بالعافيه. لو المنتج مش مناسبك عادي جدا مفيش اي مشكله، عشان ما يحسش ان انت بتضغط عليه انه لازم يشتري. بس خليني اقول لك مثلا كل التفاصيل وحضرتك قرر براحتك هتشتري ولا لا. انت كده بتخليه هو اللي بنفسه يراجع نفسه من غير ما تحسسه انك بتهاجمه. طيب ورابع حاجه، حسسه انه في ايده هو القوه مش في ايدك انت. العميل السلبي بيحب يحس انه مش بيتلعب بيه، فخليه يعرف ان القرار دايما عنده مش عندك انت. قول له يا فندم خد وقتك تماما، ولو محتاج اي حاجه او اي توضيح زياده انا موجود مع حضرتك، بس حابب تطلع من هنا وانت عارف كل حاجه عن المنتج سواء اشتريت او ما اشتريتش. هنا بيبدا يحس انك مش عايز تضحك عليه، وده لوحده ممكن يقلب المعادله لصالحك. ولو حسيت انك كسبته
خده في صفك على طول. العملاء دول لو ارتاحوا بيتحولوا من نقاد لمروجين ليك. هيقعد كده ويحكي للناس انا دخلت اشكك فيهم بس الصراحة طلعوا ناس محترمة بجد وكسبوني بثقتهم. وده اعظم نوع ولاء ممكن تاخده من عميل. طيب والخلاصة، العميل السلبي مش دايما شخص صعب، هو بس بيكون مجروح من تجربة قبل كده، او بطبيعته مثلا انه بيخاف. ما تاخدش كلامه على صدرك، اسمعه وافهمه واثبت له بالادله وخليه يوصل للثقه بايده. ساعتها هتكتشف ان اللي كان بيهاجمك ده ممكن يبقى اكتر حد بيدافع عنك بعد كده. لو وصلت معايا لحد هنا فانت دلوقتي عندك دليل عملي للتعامل مع اي نوع من انواع العملاء. عندك العميل المتردد واللي عارف كل حاجه واللي مستعجل واللي بيقارن واللي صامت والناقد او السلبي. لو وصلت بقى لحد هنا قول لي في الكومنتات ايه اكتر نوع قابلك في شغلك وازاي بتتعامل معاه. مفيش حاجة اسمها العميل الغلط، بس في طريقة للتعامل الصح مع كل نوع من انواع العملاء. افهم نفسية اللي قدامك وبدل ما تبيع له ساعده انه ياخد قرار. ساعتها البيع هيجي لوحده. لو حبيت النوع ده من الفيديوهات دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، وطبعا سيب لي في الكومنتات كومنت يشجعنا على الاستمرارية. نتقابل ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.